مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. هعمل لكم كوردون بلو يا جماعة صيامي، يعني حاجة كده جامدة جدا تستاهل ألف لايك. النهاردة هعمل لكم أجمد وأحلى وصفة صيامي على الإطلاق، خفيفة بسيطة سهلة جميلة لذيذة من الآخر، كل الناس هتحبها. تنفع تتقلي، تنفع تتشوي، تنفع تتحمر، تنفع لبتوع الدايت، تنفع للناس اللي مش عاملة دايت. بصوا، اللي ما جربش الوصفة دي فاتوا كتير جدا جدا. شايفين الجمال؟ ما تقولوليش بقى الكوردن بلو الفطاري خالص، جربوا الصيامي النهاردة هتغيروا رأيكم خالص خالص، وهتعملوا الوصفة دي كل يوم. تعالوا النهارده نشوف هتعملها ازاي. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناه اتمنى تدوسوا على كلمه اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، وتفعلوا الجرس على كلمه الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر كل اللي بيتابعني وينتسب في القناه، ميرسي جدا جدا لكم. اول مكون عندي هنزل على طول زي ما انتم شايفين في طاسه، هنزل فيها ببصل متقطع وفلفل متقطع، وعندي كمان نستخدم اي خضار عندنا ممكن نقطعه بالطريقه دي. كنا نقع حمص قبليها، عدس قبليها بربع ساعة، وبعد كده أفرمه في الكبة. وبعد ما يتفرم في الكبة حلو جدا جدا، أنزل عليه على طول بالبصل والفلفل، واديهم تقليبة واديهم كمان شوية تحويجة. ودي بقت ايه بقى؟ دلوقتي بقت الحشوة. الحشوة دي ممكن تعملوها بالعدس، ممكن تعملوها بالفول الصويا. ما حبيتش اخد وقت كتير في الحشوة، لانها الحشوة ممكن تحشوها اي حاجة، بس اهم حاجة العجينة هي المهم. العجينة دي عبارة عن كوباية من الفاصوليا البيضاء، هنبتدي ان احنا نسلقها كويس جدا جدا لحد ما تبقى يعني تامة السلق. ونبتدي ان احنا يا ريت البقوليات عامه نديها فرصه، ازاي بقى؟ يعني من قبلها بليله كده ننقعها، ونصحى الصبح نبتدي ان احنا نسلقها. ده هيسهل معانا في حاجات كتير جدا جدا. طبعا بنسلقها ونحط كده معلقه سكر عشان تسهل معايا او تسرع معايا عمليه السوى. تقدروا تسلقوا معاها باقي المكونات اللي هي الحمص، وطبعا بنفس الطريقه اللي عملنا بيها الفاصوليا هي نفس الطريقه اللي هنعمل بيها الحمص. اختاروا الحمص اللي يكون الحباية بتاعته كبيرة، لأنها يعني هتستوي بسرعة، وفي نفس الوقت هتعمل معاكم كمية كبيرة. بنفس الطريقة، وزي ما قلت لكم تقدروا تسلقوا الحمص مع الفاصوليا مع بعض، هما الاتنين مع بعض مفيش أي مشكلة خالص. طبعا المكون الثالث معانا هيكون البطاطس. البطاطس دي هي اللي يعني أنا أعتمد عليها كمادة ربط كده، أو كمادة كده نشوية. هبتدي إن أنا أسلق الكلام الحلو ده كله. كل حاجة عندي هسلقها سلق تام خالص، مش هخلي فيها اي نوع من انواع ان هي تبقى مش مسلوقه كويس، او لا لسه شويه، لا، عشان انا هعتمد النهارده اني هكون عجينه. مهم جدا ان انا اكون عجينه دي. عباره عن نص كيلو من البطاطس مقشراه ومجهزاه، وبرده هسلقه سلق تام. وفي الحله بقى نبتدي نهرس المكونات دي. لو عندي خلاط انزل كل الكلام ده في الخلاط او في الهاند بلندر، وادي الكلام ده ضرب تام متكامل كده، علشان خاطر يبدأ ان هو ايه، يظبط معايا. ده الحمص شايفين مسلوق ازاي حلو جدا. وهننزل على طول بعديه بالفاصوليا، وبعدها هننزل بالبطاطس ونكون عجينة. لازم تكون عجينة، بصوا ما فيهاش اي مش عارفة ايه اللي جوه، لازم اعرف مش عارفة ايه اللي جوه العجينة. مهم قوي قوي اني اوصل للمرحلة دي. تهرسوها زي ما تهرسوها، المهم ان هي تكون معايا عجينه متماسكه جدا جدا. بس لو جيتوا شكلتوا العجينه دي من غير ما تضيفوا المكونات اللي انا لسه هحطها، هتفك منكم في الزيت وهتتبهدل وهتخربوا الدنيا. طب ايه الحل؟ الحل بقى تضيفوا المكونات اللي انا هقول لكم عليها دي. شايفين العجينه طريه جدا دي، ما ينفعش تتشكل. هنضيف نص كوبايه من النشا، وعليهم نص كوبايه من البقسماط. نص كوبايه من النشا ونص كوبايه من البقسماط، نعجن العجينه تبقى معايا مظبوطه جدا جدا. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هنحط بقى المكونات بتاعتنا اللي هي بديل اللبن. كوبايه من الميه عليها بهارات بتاعتي اللي هي ملح وفلفل وشطه وبابريكا وشويه توم باودر وبصل باودر. دول بقى على جنب، وعليهم معلقه من الدقيق ومعلقه من النشا، ونقلب. هتحسوا كده ان انتوا بقى معاكم بيض عليه لبن. ده تمام كده، ده خلاص، ده اللي بنحط بقى فيه الكوردن بلو قبل ما نبتدي ان احنا نحطه على البقسماط. يبقى احنا كده جهزنا الحشوة، جهزنا العجينة، جهزنا الخليط. تعالوا دلوقتي نشوف هنعمل ايه وهنحشيه ايه. شايفين العجينة بعد ما حطينا البقسماط وحطينا النشا
جمدت بقى وبقت حلوة مستحيل تفك، هتبقى بصوا جامدة جدا جدا. تقدروا بقى ساعتها تشكلوها بانيه، تشكلوها برجر، تشكلوها أي حاجة، أو تقدروا تكملوا معايا الوصفة وتعملوا الاختراع اللي احنا هنعمله النهاردة. ده طبعا لو انتوا هتعملوها بانيه هتقطعوها عادي جدا خالص وتحطوها جوه المحلول اللي احنا عملناه ده، وبعد كده تطلعوها من المحلول ده على البقسماط، بتبقى حلوة جدا. وتقدروا بقى تقلوها، تقدروا بقى تحمروها، تقدروا تحطوها في الفرن. وزي ما قلت لكم ممكن كمان من غير ما تحطوها في البقسماط والمحلول، ممكن تقلوها او العناخة بتبقى زي كفتة البطاطس كده. دي كذا افكار، يعني شايفين الفيديو النهاردة في كذا فكرة. العجينة دي بس لوحدها بتطلع معايا حوالي كده 10 أكلات صيامي كلهم أحلى من بعض. تطلع معايا برجر، بانيه، تطلع معايا ناجتس، تطلع معايا برجر عليه طبقة البقسماط ده المقرمش، وتطلع معايا مثلا بفتيك كده صيامي، تطلع معايا كل حاجة. فانتوا يعني تخلوا العجينة دي عندكم تطلع معايا كروكيت، وتطلع معايا كفتة مدورة، وادي البرجر. كل ده عملناه من العجينة دي. بس تعالوا دلوقتي انتوا متابعين الحلقة دي عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الكوردون بلو. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. طبعا ده بصوا خلاص بينشف خالص بعد ما نحطه في الفريزر، وبعد كده بقى بنبتدي ان احنا نقليه او نحطه جوه الفرن اللي انتوا تحبوه. دايما ما بحبش ازعل بتوع الدايت، واحب ان هم يتابعوا الحلقه بتاعتي، فانا دايما ليهم نص الحلقه بالظبط. ده احنا هنسويه في الفرن، هيطلع جامد جدا وهتشوفوه هيعجبكم قوي. والناس اللي بتحب الزيت والقلي والكلام ده تكمل معايا الحلقه عشان نشوف بقى الابداع اللي بعد كده. دي العجينة زودت بس عليها شوية خضرة، فردتها بالشكل ده، حطيت عليها بقى الحشوة اللي تعجبني. أي حشوة، مشروم، تحبوا تعملوها فطاري، تحبوا تعملوها صيامي، تحطوا فيه عدس بجبن، تحطوا اللي تحطوه. بعديها شوية جبنة موتزاريلا بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. وتبدأوا انتوا طبعا فاردينها على كيس تلاجة عشان خاطر تبدأوا ان انتوا ترولوها او تلفوها كده زي السويس رول، او زي الرول، او زي اللانشون. بالطريقه دي شايفين؟ بس بتقدروا ان انتوا تفردوها كده، وبعد كده بتلفوها كويس جدا، بتلفوها حلو قوي قوي، وبتحطوها جوه الفريزر لمده ساعه. بعد الساعه دي هتلاحظوا ان هي بقت جامده خالص، وممكن ساعتها تتشكل معاكم بكل بساطة. مهمة قوي خطوة ان انتوا تحطوها في الفريزر دي يا جماعة، مهمة جدا جدا جدا. وبعد كده بقى تقطعوها على حسب الطول اللي انتوا تحبوه. بعد كده تحطوها بقى في المحلول اللي احنا عملناه، وبعد كده في البقسماط او في الكورن فليكس اللي متوفر عندكم. وبعد كده يا اما تقلوها يا اما بقى تحطوها جوه الفرن. بتطلع خرافية جدا جدا. طبعا الموتزاريلا دي بقى لما بتسيح بتسيح الاكل خالص، بتخليها حلوة جدا جدا. طبعا بتقلبوها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، وبس بيكون ده شكل الطبق بعد ما احنا نخلصه خالص. طبعا بتتقدم مع رز، تتقدم مع مكرونة، تتقدم مع عيش اللي متوفر. بس شكلها وهمي جدا، ولما بتسيح بتبقى روعة. وده بيكون احلى كوردن بلو صيامي ممكن تعملوه. شايفين دي منها كفتة برضو حلوة جدا. انا حبيت اوريكم كل اشكال العجينة دي في عجينة واحدة بس، معمولة من الفاصوليا ومعمولة من الفاصوليا والحمص والبطاطس. بيطلعوا عظمة يا جماعة. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب للقناة وبيكتب كومنتات حلوة. ميرسي جدا جدا ليكم. استنوني لسه بقى الفترة اللي جاية رمضان وحلويات رمضان، وهنزل لكم كل الحلويات الصيامي كلها علشان تاكلوا كنافة او تاكلوا كل حاجة حلوة. بألف هنا وشفا، واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.